تفتخر مدينة تازا في المغرب بتحفة نادرة في العالم العربي والإسلامي. ثريا عملاقة تتوسط قلب المسجد الأعظم الذي بني في القرن ال13 الميلادي. هذه الثريا بنيت في عهد الدولة المرينية المغربية، وتضيء الثريا اليوم في المسجد الأعظم 514 مصباحا كهربائيا. في أحد أقدم مساجد المغرب تختبئ تحفة نادرة لا نظير لها، يسميها المؤرخون ثريا تازا العليا. ثريا الأكبر في العالم الإسلامي وفي العالم، بدليل ما كتب على بدنها من شعر يقول في مطلعه: يا ناظرا في جمالي حقق النظر، ومتع الطرف في حسن الذي ظهر. أنا الثريا التي تازا بي افتخرت على البلاد، فما مثل الزمان يرى. تزن الثريا حوالي 4600 كيلوغرام، ويقف وراء هندستها العالم والشاعر الأندلسي المغربي الحسين بن رشيق التازي. كنت تمشي نتاعها نهار 12 ربيع الأول سنة حسين بن رشيق التازي. كنت تمشي نتاعها نهار 12 ربيع الأول سنة 694 هجرية، الموافق ل 30 يناير 1295 ميلادية. تحفلة هنا، وابن رشيق يقرأ للملك أبو يعقوب يوسف ما بالثريا من آيات قرآنية ومن شعر. صناعة الثريا تمت باستعمال معدن النحاس الخالص دون شوائب. ثريا المسجد الأعظم في مدينة تازا هي الأقرب بحسب المؤرخين في كل مساجد العالم الإسلامي إلى رؤوس المصلين، وهي الأقدم والأجمل والتي تزينت بأبيات من شعر. تنتمي هذه الثريا إلى الزمن الذهبي للحضارة المغربية. عادل الزبيري، العربية، المسجد الأعظم، مدينة تازا، شمال وسط المغرب.